مساء الورد عليكم. النهارده عايز اتكلم عن رواية أرض زيكولا الجزء الثالث وادي الذئاب المنسية. الرواية دي كنت أنا اتكلمت عنها أول ما نزلت وقلت إن أنا هروح أشتريها من معرض الكتاب وإنها رواية جامدة جدا. أنا لسه مخلصها النهارده بصراحة لأن انشغلت في شغلي وفي القناة وفي كذا حاجة. أحب أشكر الأستاذ عمرو عبد الحميد جدًا، 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 جدًا على خياله الرائع في الرواية دي، لإن هو فعليًا تفوّق على نفسه بربط الأحداث ببعض، وسرد كل شخصية لمنظورها من الرواية، سواء خالد أو مش عايز أحرق طبعًا الرواية، بس دي تكملة للجزء الأول والتاني من أرض زيكولا. رواية فوق الروعة، من سرد للأحداث وترابطهم ببعض واحدة واحدة، ورجوع بالزمن فلاش باك، وإنك يرجعك تاني للعصر اللي أنت فيه، ويدخلك بقى في أحداث ومجريات وبوابات زمنية وي حاجات مهولة. فعلًا الرواية دي من الروايات اللي تستحق فعلًا 10 من 10 في تقييمي الشخصي، لإنها دخلت بقوة في السباق بعد أمّا خلّصت من أرض زيكولا 1 وأماريتا 2، ودي الجزء التالت بتاعتها بقت تضاهي السلسلة التانية بتاعته برضه اللي أنا عاملها قواعد جاردين ودقات الشام وأمواج أكمة، دي السلسلة بتاعتهم. أنا فعلًا باشكر الكاتب بتاعها لإنها سلسلة رائعة جدًا، 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 وأنصحكم إن أنتم تقروها. وبس كده يا سيدي، سلام.